الاتحاد ياخذ 3 نقاط آسيوية مهمة جدا، وتعطيه دفعة معنوية قبل تكسير العظام في البطولات المحلية. أخيرا صرنا نشوف الاتحاد يلعب لعب تكتيكي، وشفنا اليوم دروس تكتيكية قدمها كونسيساو، وشفنا اتحاد يختلف عن اتحاد بلان 180 درجة. بلان صح انه جاب تاريخ وسوى انجازات مع الاتحاد، جاب الدوري، جاب كاس الملك، بس انه كان يعتمد بشكل كبير على التحفيز وعلى النجوم اللي كانوا قدها في الاتحاد وجابوا البطولات الموسم اللي راح. المباراة الأمانة ما كانت سهلة، لكن بعد الطرد اللي انطرد لاعب الاتحاد دانيلو، لعيبة الشرطة العراقي طمعوا في المباراة وضغطوا على الاتحاد ودمرهم هذا الثنائي موسى ديابي وعوبر. مثل ما فاجأنا الاتحاد بصفقة ميتاي، لاعب شاب مغمور ما حد يعرفه لكن مستواه خارق. الاسم هذا ذكره زين، دومبيا. دومبيا ما شاء الله تبارك الله، لاعب فيه هدوء وركود، لاعب عمره 30. مستواه اليوم كان خارق. أنا بالنسبة لي نجم المباراة بعد مرحلة الشك اللي كان الاتحاد فيها. الفوز هذا ممكن يعطي الفريق أجواء الانتصار قبل المدعكة اللي بتكون موجودة في الدوري ضد الهلال والنصر في كأس الملك.